انا مسكت اخو جوزي مسحت بكرامته الارض. خير؟ حصل ايه؟ ما هو مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. هو انت فاكر علشان انا غلبانه يبقى خلاص رخيصه؟ اصحى فوق. الا الشرف. انت كبير اخوك لكن كبيري انا لا. النبي جدع وتربية امه. اديله ابن الورمة ده. حكايه ان انت الكبير وانت اللي تتحكم دي انت واخوك تتفقوا فيها، انما انا لا. وايه كمان؟ انا اللي يتحكم فيها جوزي. طبعا. غلطت ليا اهل وليا كبار. طبعا يا حبيبتي، امال هم فاكرين نفسهم جايبينك من الشارع؟ وحتى الكبار دول عمرهم ما يرضوا غير بالاصول. جدع يا عينهم جدع. ها وبعدين؟ وانا طالعه من بيت اصول واعلمها لك لو ما تعرفهاش. ما خلاص يا اختي عرفنا كل الاصول. وبعدين؟ تيجي تقول لي انا اللي اقول ولادك يخشوا مدرسه ايه وتصرفي كام في الشهر، اقول لك لا، الزم حدودك. انت حدودك هنا ما تعديهاش. جدع يا بت، ارسمي له خط كده زي محمد رمضان، اللي هيعدي الخط ده هيشوف. تقول لي اخويا وخايف عليه، اقول لك طز فيك. فهمت؟ قلتها له في وشه. حرمة سعراني. انا اخويا وخايف عليه قال. بريه منهم بريه. وهتخاف على اخوك ولا مش هتخاف لما بيته يتخرب؟ مثلا. اصل اوعى تفكر ان انا واحده ممكن تنكسر. تنكسري يا عين امك؟ ده انت كلك لحم في لحم يا بت. تنكسري او ممكن تقول لا، كلام الناس يا بت، الناس هتشمت فيكي. يا اخي طز في الناس. واحنا من امتى بنخاف من كلام الناس؟ انت عارفان عيله مجرسه. انا فرنسا لا قال تلم ولا بلطجيه تلم. العب يا واد. يعني اللي عايز يشمت، اللي عايز يفرح يفرح. جدع يا بت. الكلمه في بيتي لجوزي وليا. ناس تخاف ما تختشيش. بلاش نشد بلاش نشد يا جماعه، ما بلاش تشدوا يعني بلاش. ايوه يا اختي. اللي يقرب لبيتك ولحياتك شيليه من على وش الارض. هاي كده يا حبايبي.